وعلشان شهر رمضان بيحب الحلويات وتقريبا بنعملها بشكل يومي، تعالي اقولك ازاي ممكن تعملي الشربات او القطر بتاع الحلويات بكمية توفر عليكي كل يوم خطوة لما تقومي تعملي صنف حلو. اول حاجة هنجيب كازرولة وهنضيف فيها كيلو من السكر الابيض. ضروري يكون السكر ابيض وفاتح، ومش مهم ابدا يكون ناعم، بس المهم يكون فاتح، وده لانه بيأثر على لون الشربات، فعشان يطلع الشربات بتاعنا لونه حلو ومفيهوش اي شوايب نجيب سكر أبيض. بعد كده هنضيف على كيلو السكر نص لتر من المية، واحنا بنحط المية نخلي بالنا ان السكر ما ينطرش معانا على حروف الكسرولة، وده علشان ما يسكرش معانا. بعد كده هنضيف معاهم المكون اللي ان شاء الله مش هيخلي الشربات بتاعك يسكر ابدا، وهو معلقة من عسل الجلوكوز. لو مش متوافر معاكي ممكن تحطي نص معلقة من ملح الليمون، او ممكن تحطي ليمونة كاملة. كلهم تقريبا بيقوموا بنفس الدور. بعد كده هنرفع المكونات دي على النار من غير ما نقلبها ابدا ولا نحط فيها اي معلقة لحد ما يغلي. هنسيبه لحد ما يغلي تقريبا 10 دقايق، وبعد كده نشوف القوام بتاعه. وبالنسبة للقوام اللي انتي محتاجاه ده هيختلف من حد للتاني على حسب انتي اغلب الحلويات اللي بتعمليها بتحتاج شربات خفيف ولا شربات تقيل. وفي كلا الأحوال انت ممكن تضاعفي الكمية اللي أنا عملتها دي وتعملي النوعين من الشربات، واحد خفيف وواحد تقيل، وتكتبيه على كل واحد فيهم وتطلعيه وقت الحاجة. المهم أنا دلوقتي وبعد ما وصلت للقوام المطلوب بالنسبة لي أو التقل المظبوط ليا، هضيف آخر حاجة وهي رشة من الفانيليا. دي تقريبا كانت ربع معلقة لأن الفانيليا اللي عندي مركزة. انتي لو هتستخدمي الاكياس الجاهزه بتاعه الفانيليا ممكن تحطي كيسين منها لانها بيبقى متضاف ليها سكر مش مركزه. وطبعا الفانيليا بنضيفها في الاخر، وده علشان تحتفظ بالريحه العطريه ليها. وخلاص كده بقى جاهز دلوقتي الشربات، وعندنا بقى برطمان نظيف ومتعقم ومفيهوش اي بواقي للميه. هنضيف فيه الشربات ونقفله كويس جدا ونحتفظ بيه في التلاجة لو هيقعد معاكي وقت طويل، وممكن تحتفظي بيه في المطبخ جنبك لو انت هتستخدميه في خلال 3-4 ايام. وبس كده الكمية دي لو هتعمليها كل 3-4 ايام هتسهل عليك ان شاء الله. ويا رب تكوني استفدتي من الفيديو ده، ولو عجبك ما تنسيش تعملي لي لايك وتتابعيني وتزوري الاكونت بتاعي، هتلاقي فيه وصفات ان شاء الله هتعجبك، وهنزل لكم قريب حاجات كتير لرمضان. انا سارة هلال، اشوفكم في فيديو جديد ووصفة جديدة. باي باي.